مصر للإنتاج والتوزيع تقدم الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دب سعران ومن بره طاووس. ياللي حاسب حسبتك ارقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكر عالبشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. كسبوك ايه بالحرام، دول خسروك. والغنى مش باللي محطوط في البنوك. دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة بدروس. ياللي حاسب حسبتك أرقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكور عالبشر وتدوس. والجعان ما يشبعوش فدان فلوس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا حاج. منا ومنكم صالح الأعمال. تأخرت ليه؟ انت كنت عارف ان انا جاي يا حاج؟ ويا برميل الجلد كانت ممكن تفوت فرصة زي دي من غير ما أكلمك؟ انا ما صدقتش لقيت امي، قلت اسمع منك انت. أنا الكلام اللي عندي قلته من قبل ما تلاقوا المدعوقة الورقة دي، لكن أنت اللي ما سمعتش كلام. خدت بعضك ورحت على مرات عمك تهددها ببيتها. انا ما هددتهاش، انا طلبت حقنا، قلت لها تفهم ولادها ان ده حقنا. حق إيه يا ابني اللي بتتكلم عنه؟ الحقوق عمرها ما كانت بتعرف بالورق، وخصوصا بين الإخوات. وأنا كانت روحي في إبراهيم أخويا الله يرحمه. مش حاجة على آخر الزمن بعد ما قربت أقابل وجه كريم وأخونه في حق أولاده. لا أنت ولا ولاد عمك هتنفعوني في وقفتي قصاد إبراهيم أخويا الله يرحمه في الآخرة. لا اله الا الله. انت قلت لي ان عم الله يرحمه كتب لك الورقه دي بنفسه،
يبقى مين هيقف قصاد مين في الآخرة؟ انت يابا لو اتنزلت عن الأرض دي تبقى بتقف قصادنا أنا وإخواتي وتبقى بتظلمنا. يا صعبتها للدرجة دي يا إيهاب؟ أنا آسف يابا، ما كانش قصدي. أنا بس بتكلم بالتفكير اللي أنت بتتكلم بيه. اغض الشيطان يا ابني، اغض الشيطان. موضوع معقد زي اللي احنا فيه ده ما يتحلش بالعصبية اللي انت فيها دي. لازم نهدى، نصلي استخارة، نقعد نفهم بالعقل عشان نوصل لحل يرضي كل الناس. والحمد لله مرات عمك متفاهمة. نقعد احنا وهما ونتفاهم، والخير كتير ممكن يتقسم بيننا وبينهم. عندك حق يابا، نتكلم بالعقل وبالهدوء. أنا هسألك سؤال ويا ريت تجاوبني عليه. أنت قلت لي إن عمي الله يرحمه كتب لك ورقة المبايعة دي على حس فلوس كان بيستلفها منك. رجع لك الفلوس دي قبل ما يموت؟ يعني ما رجعهاش، وأكيد ما كانش عنده نية إن هو يرجعها، وإلا كان وصى أولاده. يعني عمي بنى ذمته من الدين ده على حس ورقة المبايعة. لو انت يابا اديت لهم الارض دي وقلت لهم ان الورقه دي ملهاش اي لازمه، عارف تبقى بتعمل ايه؟ تبقى بتحمل عمي الله يرحمه ذنب الدين ده، وهو لا حول له ولا قوه، ما يقدرش يصلح غلطه زي دي. كلام معاك ما منوش فايدة يا إيهاب. الورقة دي معاك دلوقتي؟ لا يابا، في البيت. يبقى تروح دلوقتي، وبكرة الصبح تجيب الورقة دي وتيجي، وساعتها أنا هفكر بقى وأشوف أنا هتصرف إزاي. حاضر يابا، أنا هجيب لك الورقة واعمل فيها اللي أنت عاوزه. بس افتكر يابا إن أنا أخواتي بني آدمين، ولما يبقى لينا حق وأنت تحوشه يبقى بتقطع كل حاجة بيننا وبينك من غير ما تحس. عارف يابا، أنا النهارده بس أقدر أحط عيني في عين حماية. أيوة، وحسسني كمان إن أنا وهو ند بالند، ولما بيتكلم معايا ما يبصش عليا من فوق. أنا تعبت يابا وصبرت كتير، وأول بقى ما ربنا يفتح باب الخلاص تسد أنت في وشي. أبوس إيدك يابا، أنا ممكن يجرالي أي حاجة لو الفلوس دي راحت مني. يعني ما أقدرش أعيش عادي كده ولا كأن حصل أي حاجة. أنا ما أقدرش آكل حق حد. أنا عندي استعداد أقعد مع ولاد عمي نتفاهم، بس نتفاهم بالعقل مش بالنص. وحتى يابا المسألة لو راحت للمحاكم مفيش أي مشكلة. الناس مش عارفة تحدد الحق فين، فبترميه عند القاضي هو اللي يفصل بينهم. يعني يابا مفيش حد هيبقى قلقان في تربته، لأن القاضي هو اللي هيتسأل عن حكمه يوم الحساب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هجيب لك الورقة دي بكرة الصبح، بس علشان خاطري يابا فكر، واللي انت شايفه صح اعمله. فكر يابا عشان خاطري، فكر. استغفر الله. ابويا هيعمل كل اللي احنا عايزينه، انا متأكد من ده. طب لما هو هيعمل كل اللي احنا عايزينه، ليه عايز الورقة بكرة؟ مش هيعمل حاجة بالورقة دي، وأرجوكوا مش عاوز ولا واحدة فيكم تفتح مع الموضوع ده مرة تانية. أبويا ما بيضغطش عليه بالعافية، أبويا ليه سكة، وأنا ومروة بس اللي نعرف ندخل له. بما إن بقى مروة مقتنعة أساساً إن ده مش حقنا، فسيبهولي أنا. يلا كل واحدة على بيتها.
وانت يما بلاش تضغطي على ابويا وخفي عليه. نامي جنب مروه وسيبيه لوحده. هو لما هيفكر هيعمل الصح. إيهاب، وافرض الفلوس جت وانا واخواتك مش عايزين حكايه المستشفى دي وعايزين حقنا بالشرع. شرع ايه يا ام شرع انت؟ هو احنا ابونا مات ونوزع الميراث؟ ابونا الحمد لله حيا يرزق وربنا يديله الصحه. المشروع ده هو المشروع الصح اللي هنقدر ندور فيه الفلوس دي. على فكره مش انت بس الذكي اللي تعرف تخطط وتفكر وتسيطر وتوجه الامور زي ما انت عاوز. انا كمان اعرف اثر على ابويا واعرف اقوم عليك اخواتك كلهم واعرف اخليهم يجوا لك واحده واحده يقفوا قدامك ويقولوا لك لا احنا عايزين حقنا ناشف. وانت عارف اخواتك كلمه تجيبهم وكلمه توديهم، وانا اللي قاعده معاهم ليل نهار مش انت. انا اقدر اولع البيت نار زي ما انت عايز تولع بيت عمي. اجري يا مروه، انا اتاخرت وعندي حاجات كتيره قوي الصبح. تصبحي على خير. انت خفت صح؟ عشان انت عارف ان انا اقدر اعمل كده وان انا الوحيده اللي اقدر اقف لك في كل حاجه. انت ما تقدريش تعملي اي حاجه علشان خاطر ابوكي، وانت عارفه كويس قوي ان اي تهديد اهبل باللي انت بتقوليه ده ممكن يعمل في ابوكي ايه. روحي اقعدي جنبه وخففي عنه، والحمد لله ان ربنا جابها من عنده وخلاكي تريحي السنه دي من الجامعه عشان خاطر كده. بس انا بقولها لك اهو، انا مش هبطل ولا اهدى غير لما اجيب كل مليم من حقنا في بيتنا مش في بيت حد غريب. مين الغريب اللي انت تقصده؟ حنان ولا الراجل اللي هي جوزته؟ بابا انت كويس؟ مش حد في الدنيا دي كويس يا بنتي، هي كده الحمد لله. عارف يا خالد، النهارده انا لما لقيتك داخل عليا من غير ميعاد كنت حاسه والله ان الدنيا كلها بترقص حواليا. يعني مبسوطة يا منيرة؟ لا مبسوطه، ده انا خايفه احسد نفسي. طب انت عارف في الايام اللي انت مش بتبقى موجود فيها ببقى عارفه انت بتحب ايه وانا واقفه بعمل لك الاكل. ما تتصورش ببقى فرحانه ومبسوطه قد ايه. الحمد لله، وربنا يخلينا لبعض. بقول لك ايه، انا عندي جوز كوارع مسويهم نص سوا، ايه رايك اقوم اعمل لك عليهم شويه شوربه وطبق فته؟ كوارع يا منيرة؟ كوارع ايه؟ النبي خليكي قاعدة معايا عشان انا مخنوق وعلى اخري. ليه يا حبيبي؟ الف سلامه عليك، افتح لي قلبك قول مالك، مين اللي مضايقك؟ هو في غيرها؟ شريفة؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش. طب انت عارف ان لما تبقى الست عاصيه او عندك عيل عاق بيبقى تكفير ذنوب في الدنيا؟ عندك حق. لو هي ايه؟ بكفارة عشتي. ليه يعني؟
هي كانت اول النسوان اللي خلفوا رجالتهم ولا اخرهم؟ عملت لك ايه المدعوقه دي؟ والله ما انا عارف اقولها لك ازاي، بس من الاخر كده عرتني في وسط الخلق. فشر. عرتك ايه؟ ما تقولش الكلام ده، شر بره وبعيد. عملت لك ايه بس؟ الكلب الواطيه اللي انا لميتها وسطرتها ولميتها من الكبريات شارع على الهرم بتستغفلني وراح اتصور فيلم من ورايا. يا لهوي، استغفر الله العظيم، ده الشيخ بيقول على التمثيل معصيه. استغفرني لانم. راحه فين؟ راحه المصنع، وهي راحه تصور من ورايا. لو تقول لك ايه وانا يعني بعمل ايه؟ ده انا بصور بالحجاب. حجاب ايه؟ لا اخس عليها اخس، ما كانش العشم اخس. ازاي تعمل حاجه زي دي؟ وطلقتها؟ كانت على طرف لساني بس ما رضيتش عشان العيال وانت عارفه. عندك حق، بس هتسيبها على ذمتك وهي على معصيه؟ ده كل ذنب هي بتاخده انت بتاخد قصاده 10. ومين اللي قالك ان انا سكت لها؟ ده انا رحت لها التصوير وجرجرتها من شعرها زي البقره الذكر، وقلت لها السكه دي انسيها خالص. بس هي المشكله بقى في الشرط الجزائي. ايه شرط الجزاء ده؟ الشرط الجزائي اي ممثل بيمثل فيلم ولا مسلسل بيبقى بينه وبين المنتج حاجه اسمها عقد. ده عليه شرط جزائي وده عليه شرط جزائي، اللي يرجع في كلامه يدفع للتاني. فهي لو رجعت في كلامها هيرفعوا عليها قضيه ويرجعوها تصور غصب عنها بحكم محكمه، يعني لازم تدفع. خلاص تدفع، هي فقيره، ما هي برضو عندها مصنع قد الدنيا. مصنع ايه؟ مصنع ايه ده؟ ده المصنع ده مش شغال اصلا يا فاضياله. طب وبعدين؟ اقول لك معلش يا اخويا، ادفع لها انت وهو بكده تبقى بتسترها. ادفع لها منين؟ ما انت عارف ان فلوسي كلها في المشروع بتاع المول اللي انت شاركت فيه. ايه؟ انا شريكتك في مول؟ طبعا، اذا كنت انت شريكة عمري مش هتبقي شريكتي في الشغل. ربنا يخليك يا رب. سبحانك يا رب، فرق السما من الارض بينك وبينها. ربنا يخليك ليا. اعمل يا ربي. طب بقول لك ايه، يعني انتوا الاتنين ما تحتكموش على المبلغ بتاع شرط الجزاء ده؟ والله يعني بالعافيه ممكن نلم نصه. هتتدبر. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عرتني بنت الكلب، عرتني. طب هي الحالة بتاعت شريفة دي ممكن تتحسب من الغريمات؟ تتحسب من الغريمات. الله يسلمك يا عمي. الحمد لله. لا هي صاحية. لحظة واحدة خليك معايا. عم حسن يا ماما. الو، اهلا يا حاج حسن. شوف يا حاجه، انا راجل كبرت ومش حابب ان اخش في موال زي ده. انا قعدت مع ايهاب وحاولت الين دماغه على قد ما اقدر، وعلى فكره هو عنده استعداد انه يتفاهم مع اولاد عمه. خليهم يقعدوا مع بعض، بس ساعة عليك النبي خرجيني انا بره الموضوع ده، ويا ريت انت كمان تخرجي بره الموضوع ده. ادعي لهم ربنا يهديهم للصواب. طيب خير ان شاء الله، ربنا يعمل اللي فيه الخير. خير يا حاجه، ربنا يعمل اللي فيه الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلام مرات عمي هو اللي مشي صح؟ كلمي اخواتك، قولي لهم يجوا بكره، لازم نحكي لهم على كل اللي حصل.
ما تتكلمي يا حنان دغري وتقولي فيه ايه؟ الله، غدوة ايه اللي ظهرت فجأة بكرة؟ ازاي يعني؟ مستر كمال، في حد منتظر حضرتك جوه. ها؟ في حد منتظر حضرتك هنا. شكرا. نعم. لا صوتك فيه حاجة ومخبية. حاضر يا حنان، حاضر بكرة الساعة 3. حاضر. سيبك دلوقتي عشان جالي ضيوف. باي. مستر كمال، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا. هشام، طليق مدام لبنى، خطيبتك. جرايه يا ابو جنى، انا عارف ان زيارتي كانت مفاجاه بس مش الدرجه دي يعني. انت عرفت مكاني ازاي؟ طب بذمتك ده السؤال الاهم ولا انا ايه اللي جابني هنا؟ عايز ايه؟ بتدخن؟ على فكرة أنا جاي من بره تعبان وعايز أطلع أوضة أنام، اخلص. هو أنت ولبنى زعلانين مع بعض ولا حاجة؟ إيه ده؟ أصل أنا من كام يوم قلت لها على حاجة تقولها لك وما ردتش عليا، فقلت يبقى حاجة من الاتنين، يا إما قالت لك وأنت ما وافقتش، يا إما ما قالتلكش وتبقوا زعلانين مع بعض. تقول لي إيه بقى؟ يبقى واضح إن هي ما قالتلكش. أنا توقعت كده على فكرة. بتحبك، مش عايزاك تنخ الابتزاز واحد حقير زي ده. تفكيرها هي طبعا. بقول لك إيه؟ أنا عارف إن أنا شكلي يبان مؤدب وابن ناس ومش بتاع مشاكل، بس صدقني ده مش على طول الخط. مش على طول الخط. ايه الشراسة دي؟ أنا مش جاي استفزك على فكرة، بالعكس مصلحتي هي مصلحتك. أنت بتحب لبنى وعايز تتجوزها، وهي شارياك وعايز تتجوزها، تبقى المشكلة في كريم. على فكرة عجبتني جدا فكرة إن هو يكمل تعليمه بره دي، وأنتوا كمان تعيشوا حياتكم بقى، يعني مفيش مشكلة والدنيا زي الفل. لبنى بقى لازم تحط العقدة في المنشار. قال إيه؟ مش عايزة تخليني أجي أطلب منك عرقي، تخيل. عرقك؟ أنت قلت عرقك؟ واضح ان انت مخلص لشغلتك على الاخر. والله لو كل واحد في البلد دي اخلص لشغلته لنبقى احسن من اوروبا. قلت ايه بقى؟ وعرقك ده بقى يتقدر بكام؟ 20 مليون. وانت بسم الله ما شاء الله طلع لك قرشين حلوين من ارض الاسماعيليه ولا ايه؟ اسمع يا جدع انت، شغل القوادين ده ما يمشيش معايا، ولبنى وكريم لو هوبت ناحيتهم انا هقطع رقبتك. انا سمعتك للاخر، لكن كلمه زياده انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اوكي يا جماعه، مفيش حاجه، الشركاء عادي وبيختلفوا، مفيش مشكله. اهدى يا ابو كمال. قول بقول لك. حاضر. انا بس عايزك تكلم لبنى وتفكر معاها بصوت عالي. عايزين نفرح بيكوا بقى يا ابو جنى وملك. إنه ناعم جدا، طعمه متوازن، حامض
وبه بعض الدسم أيضا وهذا جيد. كم وجبة تريدين؟ 2 من فضلك. للبن مجمد وبرجاء أيضا. أشكرك. شكرا. والآن سنخلط التفاح حتى نجمع اللبن العضوي اللذيذ. شراب الصباري مستخلص محنى مثالي جدا للحلويات. أضيف الفانيلا ليحصل اللبن المجمد على هشام جالي وقال لي على كل حاجة. احنا لازم نتقابل. معلش يا فندم، كل يوم والتاني اجراءات البنوك بتتعقد اكتر. بص حضرتك تمضي لي هنا وهنا. تمام كده ولا في حاجه تاني؟ لا خلاص دي اخر حاجه. حضرتك تحب تعمل دفتر شيكات على الحساب؟ يستحسن نعمله برضه. طيب اوكي، لحظه اجيب فورمه من بره عشان اللي عندي خلصت. معلش. احسن انك تعمل دفتر شيكات عشان لو احتجت فلوس ما تفضلش رايح جاي على البنك. على فكره مش لازم تحط الفلوس كلها باسمي دلوقتي، نصهم هيقضي الغرض في الاول وكله هيبقى زي الفل. ليه يا هاني؟ هو انا لو طلبت حاجه منك مش هتجيبها لي؟ بيطولوا قوي هنا. انا ما كنتش عامل حسابي ان احنا نتاخر قوي كده. لا ان شاء الله يخلصوا بسرعه علشان نلحق نعدي على ماما قبل ميعادك. احنا لو اتاخرنا هنا مش هنلحق نروح لماما. انا عندي ميعاد مع سيد عشان نخلص موضوع المحل. وايه المشكله يعني اما تاجل مع سيد الميعاد تخليه بالليل؟ الدنيا مش هتطير. تاني يا داليا اجل الميعاد تاني؟ لو اجلته تاني هيقول عليا مش جد. خلينا نخلص بقى. وجايات كتير ما تقلقيش، ولو خلصت بدري هحصلك على هناك. اتفضل حضرتك هتملى البيانات دي بخط واضح. بس ده انجليزي ماشي. اديني جيت اهو. مش قعدت تقولي يلا نتقابل؟ ها هتعمل ايه؟ هتقنعني انك تديله الفلوس؟ ممكن تهدي شويه يا لبنى؟ اهدي عشان نعرف نتكلم. يا كمال، لما تدي الفلوس لمراتك وبناتك ده موضوع تاني، لان هم عيلتك وملزومين منك، ده شيء طبيعي. انما انك تروح تدي الفلوس لواحد زباله زي ده فمش هيبقى لها الا معنى واحد بس، اني زي الستات اللي هو بيسرحهم دول. انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ دفع ايه؟ ومين جاب سيره الدفع اصلا؟ الله، يعني انا جايبك عشان نقعد نتكلم مع بعض بالعقل، تقومي تسدي اي باب في وشي بكلامك الفارغ ده. عقل ايه اللي انت بتتكلم بيه؟ الحكايه خلصت خلاص. خلصت ازاي يعني؟ خلصت ازاي؟ هو دلوقتي بيساومني مقابل ايه؟ مش مقابل ان احنا نتجوز من غير ما كريم يعرف؟ مش هي دي يعني الحته اللي بيلوي دراعك منها؟ ما تردي عليا، مش هو ده اخره يعني؟ هتقولي تاني نقول لكريم؟ ما هو مش لازم يعني ترميها له في وشه كده مره واحده. لا، ما في 100 طريقه ممكن نوصل له بيها الموضوع ونخليه يقبله بيها كمان. مش هقدر يا كمال. النقطه دي بالذات مش هقدر اعملها. انا العلاقه بيني وبين كريم على شعره، ولو عرف بالموضوع ده الشعره دي هتتقطع. ولد بيكرهني، لو بيكرهني قيراط هيكرهني 24 قيراط. هو انت ليه مش قادر تحس بيا؟ يعني انا بعد كل اللي انا بعمله ده مش قادر احس بيكي؟ انت ما بتحبنيش على فكره. انت ما بتحبنيش. انت لو بتحبيني كنت خطيتي اي خطوه. انت ما بتعمليش اي حاجه. انا اللي عمال رايح بعمل كل حاجه يمين وشمال بس مقابل ان انا اجيبك. انت ممكن تكوني افتكرتي ذكريات حلوه بينا، ممكن اكون صعبت عليكي. صعبت عليكي عشان جيت لك وانا يائس.
تحبنيش بجد. ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ بقول اللي كنت خايف افكر فيه مع نفسي بصوت عالي. انا عملت كل اللي اقدر عليه، قلت كل اللي عندي. واضح ان انت واضح ان انت محتاجه تعيدي النظر في كل حاجه يا لملى. يعني ايه كمان شهر؟ دي ناس سحبة طلبات السيزون كله وما دفعوش ولا دفعة. هم هيحمرقوا بقى من الأول ولا ايه؟ الله، أنا مالي أنا السوق نايم ولا قايم؟ يكشي ينام على دماغتهم ما يقوموا. وهو ماله يعني؟ ماله هو؟ أنا مديه فرصة لنبيل ولا لأ؟ ده حاجة ما تخصوش. اسمع، قول لهم ينفذوا العقد بحذافيره وإلا هبعت لهم إنذار على قد محضر ونقضيها محاكم بقى. يا شوشو مالك متزربنه ليه؟ عايزة فلوس، عايزة 150,000 جنيه. كم؟ زي ما سمعت كان جايلي طلبية وما بعتوش الفلوس وعايزة أقبض العمال في المصنع. اتصرف بقى. اتصرف؟ انا اجيب لك اصلا 150,000 جنيه منين؟ ما انت عارفه اللي فيها. وعارفة إن شريكتك، وعارف أنت كمان إن أنا كان جايلي مصلحة قد كده جايلي منها فلوس وطارت بسببك. اتصرف بقى. انا عايزك بس تهدى يا شوشو عشان اعرف اتصرف. بعدين انت عارفه اللي فيها، انا برميلك الشرط الجزائي بالعافيه. انت اللي اخترت يا حاج. اقول لك انا هبعت لك العمال اللي عندي والموظفين والسواقين وانت قبضهم من خزنتك. تمام؟ تبعتي مين؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتهبلت في دماغك ولا ايه؟ منيرة بتحضر السفرة، اخواتي كلهم موجودين بره. طيب انا جايه وراكي. ماما انت عارفة انت داخلة على ايه؟ داخله على ايه بس؟ سيبيها على ربنا. اللي قادر يجيب قادر ياخد وقادر يجيب تاني. روحي انت بس لاخواتك وانا هحصلك. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دي بسعران ومن بره طاووس. ياللي حاسب حسبتك ارقام، والجنيه على كام قبل ما تكر على البشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. كسبوك ايه بالحرام دول خسروك،
محطوط في البيت